ابتهال أبو السعد امرأة في زمن أشباه الرجال، في زمن الانبطاح والخذلان، أبية شامخة كالجبال، صدحت بقول الحق في وجه الأنذال. لم تخشى السلطان، لم تخشى خسارة الوظيفة والمال، إنما وضعت نصب عينيها مخافة الرحمن، فقالتها بالفم الملعان: مايكروسوفت، أنتم تدعمون بصنعكم هذا الكيان الذي صنع في غزة أكبر بركان، قضى على كل طفل وإنسان، في الوقت الذي يدعم الغرب النسويات المتبرجات الفارغات والمؤثرات التافهات عبر تيك توك وعبر كثير من المنصات، يقدم لهن كل دعم كي لا يقمن بواجبهن كمنجبات ومربيات ومعدات. تنبري اليوم ابتهال لتكسر هذه القاعدة ولتثبت لكل العالم أنها أنثى، ليست كأي أنثى، إنها مهندسة ومبرمجة وملتزمة ومتدينة ومحجبة، حجاب ليس فيه مكياج ولا أظافر مصطنعة ولا رموش وعدسات لاصقة ولا أمور تافهة من شفط ومن نفخ ومن أيضا تاتو وغير ذلك كاللواتي نراهن من حولنا، إنما ثبتت بموقف يعجز عنه كثير من الرجال، وألقت بسني عمرها وجهدها ومنصبها في الشركة خلف ظهرها، واتبعت نداء الله، الله الذي أودع فينا جميعا واعظة، فمنا من ناصره ومنا من خذله. فهي ناصرت الحق الذي تهربت منه اليوم دولنا وحكوماتنا، والذي تهرب منه حكامنا وزعماؤنا، والذي تهرب منه عبدة الأصنام، عبدة الدرهم والدينار، والذي تهرب منه للأسف كثير من علماء الأمة. فكم من شيخ خذل بلحيته الحق والأمة، وكم من امرأة ناصرت الحق بصوتها العورة، فلحيته كانت عورة وصوتها كان شرف وفداء. فابتهال خرجت من صمتها ورفضت الدنية، أبى ضميرها أن يسكت، وأبت إنسانيتها وكرامتها إلا أن تثور وتغضب وتنتفض في الوقت الذي رجال وشنبات وعضلات للأسف تطبل وتزمر للعدو عند معبر رفح يعب الشؤوم. لئن أغلقتم المعبر في وجه إخوانكم والله سيفتح الله لهم معابر، وسيدخلون التاريخ من أوسع أبوابه. وللأسف بعض الجهال وبعض دعاة الشياطين ينتقدون هذه الفتاة فيقولون: يا شيخ هذه امرأة وصوتها عورة والعمل أصلا حرام. لك اخلص، لو كان فيكم نخوة ومروعة الرجال ما دافعت عن شرف الأمة وعن مليونين محبوس في غزة امرأة. والله هذه المرأة ظفرها أفضل من عضلاتكم وعنترياتكم ومراجلكم، والأمة بخير طالما أنها تنجب أمثال ابتهال، مثال النخوة والمروءة والشرف والكرامة. لله درها، تحية لها، تحية للمغرب التي أنجبت هذه البطلة، وتحية لأمتنا العربية والإسلامية التي سيبقى فيها الحق أبلج والباطل لجلج، ولا يسير خلفه إلا كل أعوج وأهوج.